السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلبة الثانوية العامة. أنا حابة أبارك لكل الناجحين في الثانوية العامة 2024. يا رب دايما بالتوفيق، وإن شاء الله تدخلوا الكليات اللي انتوا عاوزينها ويكون مستقبلكم باهر إن شاء الله. في الفيديو ده أنا حابة أساعدكم في اختيار الكلية المناسبة ليكم، وكمان عاوزة أقول لكم إننا بنختار الكلية على أساس إيه، فياريت لو تكملوا الفيديو للنهاية علشان إن شاء الله تستفيدوا وتعرفوا إزاي تملوا الرغبات بتاعتكم. لو كنت علمي أو أدبي وجايب مجموع كبير يدخلك الكلية اللي أنا هتكلم عليها دلوقتي، فأرجوك ما تدخلهاش. أيوة، اسمع كلامي وما تدخلهاش. الكلية دي مش وحشة ولا هي يعني أسوأ كلية، لكن لازم تحدد بالظبط انت لو دخلت الكلية دي هتشتغل ازاي، ولازم تكون عارف انت داخلها عشان ايه. علشان كده لازم كل رغبة تكتبها في الرغبات بتاعتك لازم تكون متأكد ان انت هتستفيد منها. ما تكتبش الرغبات عشوائية وخلاص، ولا تكتب كلية علشان انت جايب مجموعها. لازم تحدد بالظبط انا الكلية دي عاوزها ليه، وهتخرج منها هعمل ايه، علشان فعلا ما تضيعش ولا سنة من عمرك. لان انت هتدخل الكلية هتقضي 4 سنين. يا ترى بعد ال4 سنين دول هتخرج لسه بتفكر الكلية دي هشتغل بيها ولا اركن شهادتي على الرف وبعدين ادور على حاجة تانية، ادخل كورسات، اعمل ايه؟ فلازم تفكر كويس جدا قبل ما تكتب الكلية دي في الرغبات. الكلية اللي انا اقصدها هي كلية التربية. ايوه، زي ما سمعتوا كده، كلية التربية يا جماعة مش كلية وحشة، بل ان هي كلية عظيمة جدا، لكن مش اي حد يدخلها. صدقوني مش اي حد يدخلها. كلية التربية لازم اللي يدخلها يكون فعلا عنده امكانيات المدرس، عنده امكانيات المربي. لان انت لو دخلت كلية التربية وقضيت ال4 سنين، بشوفها كتير جدا بعد ما ياخدوا ال4 سنين ويتعبوا، لان الكلية مش سهلة او اللي هي لعب. لا، انت هتذاكر وهتدرس وهتنزل تربية عملي وهتجتهد وهتعمل مشاريع، ويعني فيها ابحاث وحاجات كتير جدا. مش كلية سهلة، مش كلية اي كلام، لا دي كلية عظيمة جدا. مش ادخلها علشان انا جايب مجموعة وخلاص ومش لاقي اي كلية تانية من اللي انا كنت بحلم بيهم. لا، لازم تكون عارف انت داخل على ايه، عارف ان انت هتشتغل مدرس. طب عندك امكانيات المدرس؟ لان في طلبة كتير بيدخلوا كلية التربية وبعد ما يقعدوا فيها شوية يحولوا الكليات تانية. طب ليه ما فكرتش قبل ما تكتب الرغبات؟ لازم تفكر كويس، لان سنين عمرك دي مش لعبة. لازم تحدد انت عاوز ايه. وفي طلبة تانيين يدخلوا ويقضوا ال4 سنين ويركنوا الشهادة على جنب ويروحوا ياخدوا كورس يشتغلوا بيه اي شغلانة تانية، او يركنوا الشهادة ويروحوا يشتغلوا اي حاجة تانية. فليه تضيع من عمرك 4 سنين؟ فكر كويس. مش علشان انت جايب مجموع كلية تربية تقوم تدخل الكلية. لا، فكر انت هتقدر تشتغل، لان انت لما تخرج لسوق العمل مش هتلاقي وظيفة على طول في مدرسة حكومي. ولو رحت تدور على المدارس الخاصة صعب جدا، وبيتحكموا في المدرسين والأجور ضعيفة ويعني بيستعبدوهم. فلازم تفكر كويس جدا، هل انت هتقدر انك تخرج وتدور على شغل او تعمل شغل خاص بيك؟ هل عندك القدرات ان انت توصل المعلومات وتجذب الطلاب علشان خاطر يكون ليك مستقبل؟ لازم تفكر كويس جدا. شوف قدراتك ايه، شوف انت ميولك ايه، واكتب على اساسها الرغبات. مش اي كلية ندخلها وخلاص ونحط في الرغبات الكليات وخلاص حسب المجموع. لا، اختار الكلية اللي هتناسبك علشان بعد كده تقدر ان انت تشتغل، تقدر ان انت تاخد كورسات تنميك في المجال اللي انت درسته 4 سنين. مش ان انا ادرس ويبقى اسمي معايا كلية وخلاص واسيب الكلية واحط الشهادة على جنب واروح ادرس حاجة تانية بعد ال4 سنين، ولا اروح اشتغل اي حاجة تانية انا كان نفسي فيها. لا، ما ينفعش. انت عمرك ده مش هدر، مش اضيع 4 سنين منه كده بالساهل. لا، خلي بالك، فكر كويس. شوف انت هتقدر على كلية تربية ولا لا، شوف انت ميولك تدريس ولا لا، شوف انت هتقدر تتعامل مع الطلبة ولا لا، شوف انت هيكون عندك امكانيات تسويقية لنفسك ولا لا، شوف انت هتقدر ان انت تعافر وتسأل في كل المدارس وتقدم في كل المسابقات الحكومية ولا لا. شوف ده قبل ما تكتب الرغبات. كلية تربية كلية
عريقة وكلية عظيمة وممتازة جدا، بس اللي يقدر يكمل فيها واللي يقدر يعني يستفيد منها هو اللي عنده ميول للتدريس واللي عنده قدرات تساعده على التدريس. علشان كده انا بنصحكم شوفوا انتوا قدراتكم ايه وحددوا على اساسها الرغبات. بلاش تكتبوا كلية تربية كنوع من ملء للرغبات وتتفاجئ ان جاتلك الكلية وتقضي 4 سنين وانت مش مبسوط، وبعد كده يبقى انت ضيعتهم من عمرك وتطلع تدور على شغلانة تانية. اتمنى ليكم التوفيق ان شاء الله، ورتبوا كده رغباتكم بره في ورقة قبل ما تكتبوها، وان شاء الله ربنا يوفقكم ويسدد خطاكم وتكون يعني الرغبات تملوها بسهولة وتدخلوا الكلية اللي انتوا عاوزينها ويكون لكم مستقبل باهر ان شاء الله. اتمنى ان الفيديو يكون افادكم، وان شاء الله اكتبوا لي في التعليقات اي سؤال وانا هرد عليكم باذن الله. ما تنسوش انكم تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو، وكمان تفعلوا زر الجرس علشان تشوفوا فيديوهات الثانوية كلها.